من سنة بالظبط ومع وقت اصدار الايفون 15 برو ماكس كنت اول واحد يطلع يعمل حملة مقاطعة للموبايل ده، واكيد ده كان ليه تفسير وليه سبب اني اطلع واعمل كده، وهو ان تسعير الموبايل اول ما نزل كان صدمة لينا كلنا، اللي سعره وصل لحد 100,000 جنيه في بعض الاماكن. وطبعا بفضل الله ثم بفضلكم من كتر نجاح الفيديو نزل في وقتها على قناة الجزيرة. فيه جشع عند التاجر يخليه ياخد 40,000 جنيه مكسب في تليفون. قطعوا الايفون 15 برو ماكس في مصر لحد ما سعره ينزل. وده ملوش غير معنى واحد، ان احنا هنا دورنا ان احنا نقول لك امتى تروح تشتري موبايل، وامتى الاسعار بتكون غاليه، وامتى الاسعار بتكون رخيصه، وامتى الاسعار بتكون في المتناول. انك لو عايز تنزل تشتري موبايل هو ده الوقت المناسب انك تنزل تشتري فيه. النهارده انا جاي اقول لك على متوسط الاسعار اللي 90% من السوق بيبيع بيها النهارده لو انت ناوي تشتري موبايل. ولكن خليك معايا لان في حاجات مهمه جدا لازم تعرفها لو ناوي تشتري موبايل الفتره دي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنهارده يا شباب جه ميعادنا مع فيديو الاسعار، ولكن خليني اقول لك حاجه في البدايه، ان الاسعار المره دي للاسف مش زي كل مره كنا بنقدمها، وبدات الموبايلات اسعارها تنزل. للاسف الاسعار بتاعه الموبايلات بدات ترفع تاني. طب هل سعر الدولار رفع تاني؟ بالعكس هو. طب ليه الاسعار بدات ترفع تاني؟ خليني اقول لك سريعا، نفس اللي حصل وقت نزول الايفون 15 برو ماكس هو اللي هيحصل وقت نزول الايفون 16 برو ماكس الفتره اللي جايه. بمعنى الموبايل اول ما بينزل ما بيبقاش نازل باعداد كبيره، بيبقى في بعض الناس حاجزه الموبايل، فبالتالي بتدخل لمقر ابل تبدا تشتري الموبايلات. سي مثلا خلينا نقول ان هو جاب الموبايل ب 5000 درهم، بمجرد ما بيشتري الموبايل وبيبدا يخرج بره بيكون في واحد مستنيه، ممكن يكون مستخدم عادي وممكن يكون تاجر، يقول له انت جبت الموبايل مثلا بكام؟ يقول له ب 5000 درهم مثلا، يقول له طب انا هاخده منك ب 5500 او ب 6000 درهم. طب ليه بيعمل كده؟ المستخدم العادي في بعض الناس يهمها قوي ان هي تكون اول شخص يشيل الموبايل وقت نزوله، بتفرق معاهم جدا. طب التاجر بما انه الشخص الوحيد المنفرد اللي قدر يجيب الموبايل وقت نزوله، فبالتالي بيجيب الموبايل سي مثلا وقف عليه بالمصري حوالي 70,000 جنيه بعد ما اشترى الموبايل اغلى من ثمنه من شخص عادي كان مشتري الموبايل. فبالتالي الموبايل لو وقف عليه ب 70 ثق تماما انه مش هيبيع لك الموبايل اقل من 80 90 100,000 جنيه زي ما حصل وقت نزول الايفون 15 برو ماكس بالظبط. هو ده اللي هيحصل. طيب ده ايه تاثيره على الاسعار الفتره دي؟ خليني اقول لك، ادام الموديل الجديد نازل بسعر مثلا 80,000 90,000 وصل ل 100,000، الكلام ده يا شباب بيبقى لمده شهر ونص او شهرين بحد اقصى. بعد كده الموبايل بينتشر بشكل كبير، فبتلاقي الاسعار بدات ترجع تاني، فبتلاقي الدنيا بدات تتظبط والاسعار بدات ترجع لطبيعتها تاني. ولكن في الفتره دي من وقت نزول الفيديو لحد شهر ونص شهرين توقع ان ده اللي هيحصل بالظبط. لان خليني اقول لك ان ادام اخر موديل نازل وصل سعره ل 100,000، يبقى كل ما هو تحته سعره هيبدا يرفع بالتدريج. انا النهارده اتواصلت مع 90% من الاماكن اللي بتبيع موبايلات ايفون، وخليني اقول لك ان اوريدي فعلا الاسعار بدات ترفع النهارده، وهعرض لكم دلوقتي كل الاسعار بتاعه الموبايلات وقارنوها بالفيديوهات اللي فاتت، هتعرفوا ان فعلا اسعار الموبايلات بدات ترفع. طب هل الموبايلات مش هتنزل تاني؟ زي ما قلت لك في خلال شهر ونص او شهرين هتبدا الاسعار كلها تنزل تاني. طيب تعالوا نستعرض مع بعض كده كل الموديلات الخاصه بشركه ابل. لو انت رايح تشتري موبايل ايفون مستعمل هيكون متوسط السعر ليه كام؟ وهنبدا مع بعض باول موبايل وهو الايفون 8 بلس. وخليني اقول لك ان الايفون 8 بلس ده سعره ما اتحركش لانه خلاص الابديت وقف عليه، وده متوسط السعر ليه للمساحه ال 256 هيكون حوالي 7500 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس، وده متوسط السعر ليه للمساحه ال 256، هنستثنى بقى خالص ال 64 ما ينفعش تشتريها دلوقتي، هيكون متوسط السعر ليه حوالي من 8000 ل 9000 جنيه، وممكن يوصل معاك الفتره اللي جايه لحد 10000 جنيه، لان زي ما قلت لك الاسعار هتبدا تتحرك الفتره اللي جايه وهتبدا تعلى معاك. تعالوا بقى نطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس ار، وخلينا نقول ان الايفون اكس ار يا شباب بدايه الاجهزه اللي الابديت الجديد نزل عليها وهتقدر تستخدمها بشكل طبيعي، وتاثير السعر هيبدا يظهر عليها. والنهارده متوسط سعره حوالي 12000 جنيه، من حوالي شهر الموبايل كان بيتباع ب 9000 وب 10000 جنيه. هنطلع بعد كده للاكس اس، وده متوسط سعره زي الاكس ار بالظبط حوالي من 12000 جنيه وممكن يطلع معاك لحد 13000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس اس ماكس، وده متوسط السعر ليه النهارده هيكون حوالي 17000 جنيه. طبعا على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد السعر.
طبعا الفيديو اللي فات كنا بنتكلم في اسعار 13000 و14000 جنيه، ولكن الموبايل سعره هيوصل معاك ل 17 و18000 جنيه الفتره اللي جايه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11، وبرده نفس متوسط السعر هتلاقيه من 17 ل 18000 جنيه، وطبعا ممكن تجيبه ب 15 لو حاله الموبايل مش افضل حاجه، ولكن انا بكلمك لو الموبايل حالته كويسه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11 برو، وده متوسط السعر ليه النهارده هيكون من 17000 جنيه لحد 19000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده هيكون من 19000 جنيه لحد 23000 جنيه، وممكن يوصل معاك ل 24000 جنيه. خلي بالكم يا شباب كل الاسعار دي هتبقى كده لمده شهر ونص، ولكن بعد شهر ونص بمجرد ما الايفون 16 يبدا ينتشر بشكل كبير هتلاقي كل الاسعار بدات تريح معاك تاني. عشان كده بقول لك يستحسن الفتره دي لو انت ناوي تجيب موبايل استنى شويه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 12، وده متوسط سعره النهارده هيكون حوالي 17500 جنيه لحد 18000 جنيه، ده تقريبا الرينج بتاعه اللي هتلاقيه موجود. هنطلع لل 12 برو يا شباب، وده متوسط سعره النهارده هيكون حوالي 22000 جنيه. الموبايل من شهر بالظبط كان من 19 ل 21000 جنيه، ده متوسط السعر. خلي بالكم ان الزياده مش كبيره قوي، ولكن زياده ملحوظه الفتره دي. تعالوا نطلع بعد كده يا شباب للايفون 12 برو ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون حوالي 27000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 13، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون حوالي 22000 جنيه، وطبعا على حسب الحاله والمساحه بيتحدد السعر. هنطلع للايفون 13 برو، وده متوسط السعر اللي النهارده يا شباب هيكون 31000 جنيه. خلي بالكم انا سهل جدا اطلع اقول لكم اسعار مش موجوده واجيب لكم اسعار من اللي انتوا حابين تسمعوها، ولكن في الاخر هكون بضحك عليكم. انا قلت لكم اللي يهمني في الاول وفي الاخر هو مصلحتكم. انزلوا واسالوا على الاسعار وقارنوا بالاسعار اللي انا بقولها لكم دلوقتي، وهتعرفوا الاسعار اللي انا بقولها لكم دي حقيقه ولا لا. ولكن برضو بطمنك وبقولها لك للمره الالف، كل الاسعار دي هترجع تنزل تاني. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 13 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده هيكون حوالي 36000 جنيه، وللمساحه ال 256 هيكون حوالي 37000 جنيه. وممكن تلاقي اسعار اعلى وممكن تلاقي اسعار اقل، ولكن الشيء الاكيد والمضمون انك مش هتلاقي ايفون 13 برو ماكس او 13 برو بطاريه فوق ال 90% الفتره دي. كل البطاريات هتلاقيها في ال 80. لو لقيت حد بيقول لك بطاريه 100% يبقى البطاريه بتاعت الموبايل متغيره 13 برو او 13 برو ماكس. ولكن الايفون 13 العادي هتلاقي فيه بطاريه 100 عادي، لان الموبايل لحد النهارده لسه بيتباع منه جديد. لكن البرو والبرو ماكس مستحيل تلاقي بطاريه 100% الفتره دي. طيب تعالوا نطلع بعد كده يا شباب للايفون 14، وده متوسط سعره النهارده هيكون حوالي 27000 جنيه. وهنطلع للايفون 14 بلس، وده هيكون متوسط السعر النهارده يا شباب هيكون حوالي 32000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 14 برو، وده متوسط السعر النهارده هيكون حوالي 38000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 14 برو ماكس، وده متوسط السعر النهارده هيكون حوالي 44000 جنيه. تعالوا نطلع بعد كده بقى يا شباب لسلسله ال 15. الايفون 15 النهارده متوسط سعره هيكون حوالي 32000 جنيه. هنطلع بعد كده للايفون 15 بلس، وده متوسط السعر اللي هيكون حوالي 38000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 15 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده هيكون 55000 جنيه. وطبعا ال 15 برو ماكس لو عايز تشتري جديد النهارده متوسط سعره 61000 جنيه. من حوالي شهرين بالظبط كان سعره حوالي 52000 جنيه جديد مش مستعمل، ولكن النهارده مستعمل متوسط سعره 55000 جنيه. ولكن زي ما قلت لك كل الاسعار دي يا شباب هتبدا تريح الفتره اللي جايه واحده واحده، ولكن ده الطبيعي. اي اصدار جديد من شركه ابل بيخلي كل الموديلات اللي تحته بتبدا ترفع بشكل تدريجي، ولكن ده بيكون في وقت نزول الموبايل. لكن بعد كده في خلال شهر ونص زي ما قلت لك هتلاقي كل الاسعار بدات تريح. طيب انا كده عرفتك متوسط الاسعار، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اكون قدمت لكم معلومه مفيده. كان معاكم محمد المكتر من قناتي على اليوتيوب. مع السلامه.